واحد بيحكي وبيقول كنت دايما بقول لمراتي اول ما يجيلي فلوس هتجوز واحده تانية، بس الغريبه ان مراتي كانت بتبتسم لي وبصتها بتقول ان هي مش هاممها حاجه. حسيت بحاجه غريبه، الست دي مالها ازاي بتبتسم مع اني بقول لها ان انا هتجوز عليكي؟ ازاي ما بتغيرش عليا زي كل الستات؟ فقررت ان انا ادوس عليها شويه علشان تبين لي غيرتها مهما كلفني الامر. فبقيت كل يوم بتكلم عن الجوازه التانية وبقعد اغيظها وبحاول اخرج اللي جواها، لكن هي كانت بتبتسم وتضحك بعلو صوتها. كنت ببقى غضبان وعايز اعرف القصه. وفي يوم من الايام كنت قاعد بفطر وكالعاده يعني بتكلم عن الجوازه التانية وازاي ان انا احبها وادلعها والبي لها كل طلباتها. وبعد لما خلصت اكل قمت رحت على شغل، بس بعد ثواني افتكرت ان انا نسيت المحفظه في البيت، فرحت راجع على البيت ودخلت اوضه النوم. اتفاجئت ان في صوت عياط بحرقه خارج من الاوضه. اتسمرت مكاني وقعدت اسمع، ومراتي بتكلم نفسها وبتقول انا عايز اعرف انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا عملت لك ايه علشان يبقى جزائي كل اللي انت بتعمله ده؟ كلماتك اللي بتقطع في قلبي عامله زي السم بينزل ينهش في لحمي. انا عمري ما قصرت معاك، ورغم كده بتفكر تتجوز واحده غيري. انت مش مكفيك ازاي ان انا بصحى كل يوم من عز نومي قبلك بساعات علشان تقوم تلاقي البيت نظيف واكل كويس زي ما انت بتحبه؟ ليه كده يا حبيبي بتعمل معايا كده؟ انسحبت ساعتها بكل هدوء وخرجت بره البيت وقعدت ابكي، قعدت ابكي زي الاطفال، قعدت ابكي بحرقه على كل اللي انا بعمله فيها. هو انا ليه قاسي معاها قوي كده؟ ازاي واحده ست شايلاني في عينيها يبقى لساني عامل زي الكرباج معاها؟ ازاي دي مراتي وشريكه حياتي حب عمر، اعمل معاها كده ازاي؟ قد كده انا كنت بني ادم ما بيحسش؟ قد كده انا واحد قلبه قاسي؟ ايه طريقه التفكير اللي انا كنت بفكر فيها دي؟ قلبي ساعتها كان بيتحرق.